ده يا اختي لقيتني صاحيه من النوم وعماله بصرخ بالصوت الحياني. الله 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 الله. مالك يا بامبا؟ سلامتك في ايه؟ الله الله. جنبي ايه؟ جنبي يا ابو سيد، سلامتك؟ جنبي زي ما تكون حاطط فيه صاروخ نار؟ نار. لا الف سلامه. حالا اروح اجيب لك الدكتور. اروح معاك يا ابو سيد؟ ده لو جه هنا هياخد الشيء الفلاني. ياخد قد ما ياخد، المهم اشوفك طيبه يا بامبا. بقول ايه يا ابو سيد؟ نعم. احطش رغيف سخن يا اخويا؟ رغيف يا اخويا؟ ولا شويه رده؟ ردة ايه؟ تمص الوجع. اوعي تعملي حاجات زي دي. رغيف ايه وردة ايه يا بامبا؟ لازم تستشيري الحكيم الاول. والراجل يا اختي ما كدبش خبر، هنكر الحق. وجه الدكتور وكشف علي، وبعد ما كشف عليا كتب الروشتة واداها لابو سيد وهو بيقول له الحالة اللي عندها بسيطة وفي أولها من حسن الحظ، وإذا مشيت على العلاج هتبقى عال قوي ومش هتجيلها الحالة ديت أبدا. متشكرين يا دكتور، متشكرين قوي. وأهم حاجة الحقن دي 7 حقن كل يوم حقنة. انا هنزل اشتريهم حالا وعلى طول. يمكن غاليين شوية لكن فيهم الشفاء بإذن الله. ونزل ابو سيد جاب الحقن. خدت اول حقنه الوجع قل، خدت تاني حقنه تقوليش يا اختي هو سحر، لقيت جنبي خف، قلت الحمد لله. لكن يا اختي ما فاتش يومين 3 ولقيتني صاحيه يعني الله 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 الله. مالك يا بامبا؟ سلامتك في ايه؟ جنبي يا ابو سيد الله. زي ما تكون حاطط فيه صاروخ نار. الف سلامه يا بامبا. تاني انزل اجيب لك الدكتور حالا. غريبة، الحالة جديدة قوي أكتر من أول مرة. مش معقول. أنت خدت الحقن اللي قلتلك عليها؟ امال طبعا يا دكتور خدتها، ده انا اشتريتها بنفسي. غريبة. أمال الحالة دي جات لها تاني إزاي؟ الحقيقة بقول ايه يا دكتور، انا لقيت الوجع يا اخويا راح، ومن تاني حقنة بطلتها وقلت بلاش اشكشك جدتي. يا ستي لو كنت أعرف إن حقنتين كفاية كنت قلتلك تاخد حقنتين بس، لكن أنا قلتلك 7 حقن عشان نقضي على المرض نهائي. والحل يا دكتور؟ الحل محتاج دلوقتي لدواء أقوى، ويؤسفني أقول لك إنه أغلى. مش مهم الفلوس يا دكتور، مش مهم، المهم سلامتها. وحياتكم والراجل ابو سيد نزل جاب الدواء، واللي حصل في الاول حصل في التاني. لما لقيت نفسي بقيت كويسه رحت موقفه الدواء، وما فاتش يا اختي يومين 3 ولقيتني قايمه من النوم. الله الله الله. مالك يا بامبا؟ سلامتك في ايه؟ الله. جنبي يا ابو جنبك؟ زيد تقولش حاطط فيه صاروخ نار يا اخويا. الله، انت مش خدت العلاج؟ مشيت عليه يا ابو سيد يومين ولقيتني خفيت، قمت بطلته. يبقى مفيش فايده. مفيش فايده من ايه يا ابو سيد؟ ان اروح للدكتور واجيبه واديله اجرته واجيب ادويه وادفع منها الشيء الفلاني، مفيش فايده بقى في اللي بعمله ده كله. يعني بتعايرني يا ابو سيد؟ انا مش بعايرك يا بامبا. انا مستعد ابيع هدومي عشان اعالجك، لكن اذا كنت انت مهمله في نفسك اعمل ايه؟ واي تحسن تروح مبطله علاج على طول، يبقى ملوش لزوم المصاريف دي كلها، ملوش لازمه اصلي في المصاريف دي كلها يا بامبا. حرام عليكي. انت عارفه صرفنا كام لحد دلوقتي؟ يعني مش هتجيب لي الدكتور يا ابو سيد؟ هجيب الدكتور يا بامبا على عيني وراسي، لكن هخليكي تاخدي العلاج غصب عنك، واذا ما استمرتيش في العلاج للنهايه قسما عظما يا بامبا ما انا جايب لك بعد كده لا دكاتره ولا يحزنون ولا ادويه. انت حره بقى. وحياتك وخدت العلاج بالكامل، وبعدها ما بقتش اشتكي من جنبي ابدا. يعني يا اختي ما كانش شخط فيا ونطر وهددني من الاول ليه قبل ما نصرف المصاريف دي كلها؟ لكن تقولي ايه بقى في قلة عقله؟ يا عيني عليا.